وكتير من الناس اتنصب عليهم بسبب موضوع واحد يقول لهم أنا معايا إيه؟ أنا معايا خدمة. إيه مع خدمة يعني بيأتيك الجن ويقول لك أشياء مستحيل الإنسان يتصل بالجن والجن يقوم على خدمته إلا إن كفر الإنسان بربه جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأنت مستحيل الشيطان يكون ولي ليك إلا إن كنت من الكافرين. فأنت إيه رأيك في الكلام ده؟ طبعا هيقول لك أعوذ بالله، لأن هو عاوز يقول إن أنا معايا خدمة، إن دي مزية ليا يعني كعلامة على الإيه؟ على صلاحي، ده أنا موصول بالله سبحانه وتعالى، علشان كده أنا معايا إيه؟ معايا خدمة. إذن أنت كذاب، أو أنت بتسرح بنفسك، أو أنت بتسرح بالناس، أو أنت بتنصب على الناس. المهم إن مفيش شيء اسمه معايا إيه؟ مفيش شيء اسمه معايا خدمة. لو فعلا أنت بتعتقد إن أنت ليك اتصال بالجن فلا بد أن تعلم أنك لن تصل بهذا إلا بالكفر، لأن الله عز وجل قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما أن تقول أنا مؤمن ثم إن معي خدمة، فهذا ما قاله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من أئمة الإسلام والمسلمين. فأنت يا إما بتشتغل الناس، يا إما أنت بتشتغل نفسك، يا إما أنت بتضحك على الناس، يا إما أنت بتنصب على الناس. وفي كل الأحوال أنت في مصيبة من المصائب، لأنك تدعي أنك على اتصال بالجن.